يصوت المجلس على أسماء الوزراء. اليوم الأول للمباحثات شهد دفاع روحاني عن حكومته التي قال إنه اختارها بعيدا عن الانتماءات السياسية والحزبية وسط انتقادات على أسماء في التشكيلة سجلها بعض النواب. عمر هواش والتقرير التالي. في محطة البرلمان يتوقف الرئيس حسن روحاني قليلا ينتظر المصادقة على الحكومة. في اليوم الأول لمباحثات مجلس الشورى دافع الرئيس عن وزرائه 18 واحدا فبهم سيقود خططه السياسية والاقتصادية. بناء على معرفتي بالظروف الخطرة في البلاد اخترت الوزراء بناء على الخبرة والاعتدال، وأتوقع من نواب المجلس أن يصادقوا عليهم بناء على المعايير الأساسية في الثورة كالتدين والأخلاق والتجربة دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية والحزبية. يقول البرلمان إن الوسطية والمهنية التي يتحدث عنها روحاني أمر مهم، لكن معيارهم في التصويت يكمن في التاريخ السياسي للوزراء والمواقف من أحداث عام 2009. الساعات الأولى للمصادقة على الحكومة سجلت انقساما شق صفوف المجلس. محافظون انتقدوا إعادة الرئيس وجوها برزت في عهد هاشمي رفسنجاني وخاتمي، وإصلاحيون قالوا إن من جاء بهم روحاني هم العصارة الأفضل لإدارة البلاد. نظرا لما تتعرض له البلاد من ظروف داخلية وخارجية، فنحن بحاجة إلى تشكيل حكومة كفاءات. إن عمر الحكومة هو نقطة قوة لا ضعف. إن الخبرة نقطة قوة لصالح الحكومة، وهي سوف تستفيد من طاقات الشباب بشكل واسع. ليس المهم لدى عامة الإيرانيين لصالح من سترجح كفة الحكومة المقبلة، فهناك ملفات عالقة في الاقتصاد والسياسة تنتظر من يضعها على سكة الحل. يقول مراقبون إن الاقتصاد هو الملف الأول على طاولة الحكومة المقبلة، لكن هذا الملف الداخلي مرتبط بملفات خارجية: النووي، العقوبات، والعلاقات مع العالم. وهنا يكمن الامتحان الصعب أمام الحكومة المقبلة في إيجاد توازن بين مشاريع يمررها البرلمان وتحقق مطالب الشعب وتحل العقد مع الخارج دون تقديم تنازلات. عمر هواش، فلسطين اليوم، طهران.